فيلمنا النهاردة بيبدأ في أكبر سيرك في قارة أمريكا الشمالية، واللي بنشوف فيه عرض استعراضي للخيول مع واحدة جميلة اسمها ميلا، واللي بيكون معاها زوجها جام وبنتهم الصغيرة اللي اسمها لاقي، واللي بنشوفهم وهم قاعدين وسط الجمهور وبيتفرجوا على استعراضات ميلا بالحصان بتاعها. وبيظهر جام وهو مبسوط جدا بعرض زوجته ميلا، وكمان بنشوف لاقي اللي بتفضل تاكل من طبق الفراولة اللي قدامها، وبنعرف انها بتحب الفراولة جدا. وفي الوقت ده بتعمل ميلا حركة استعراضية خطيرة، لكنها للأسف بتقع بالحصان بتاعها وبتموت قدام زوجها وبنتها الصغيرة، فبيتصدم جام من موت زوجته. وبنعرف وقتها ان جام اتعقد من الخيول وبقى بيكرهها جدا بسبب اللي حصل لزوجته ميلا. وبنشوف بعدها جام وبيستصعب مهمة تربية بنته لاقي، وبيقرر انه يسيب مهمة تربيتها على اخته كورا ووالده جيمس. وبيسافر جام لبيته القديم وبيبعد عن بنته نهائيا، وبيرجع تاني لشغله في السكة الحديد لانه بيكون حابب يعتمد على نفسه بعيدا عن نفوذ والده. وبعد مرور سنين كتير بنعرف ان لاقي اتربت في بيت جدها جيمس لحد ما كبرت وبقى عندها 10 سنين، وبتكون لاقي عايشة وحيدة بعد ما والدتها ماتت ووالدها اتخلى عنها. وفي يوم من الايام بنشوف لاقي وهي قاعدة بتلعب مع سنجاب صغير في اوضتها، وفي الوقت ده بتدخل عليها عمتها كورا وبتطلب منها تبطل شقاوة، وبتفهمها انها لازم تذاكر دروس الفيزياء بتاعتها، وبتعرفها ان جدها داخل على انتخابات لمنصب محافظ البلد. وبتكمل عمتها كلامها للاقي وبتحاول تفهمها انها لازم تظهر بمظهر لائق قدام الناس وتبطل شقاوة علشان يعدوا مرحلة الانتخابات دي على خير. فبتشتكي لاقي لعمتها كورا وبتقول لها انها حاسة بملل شديد لانها ما عندهاش اصدقاء، وانها كمان ما بتخرجش خالص من البيت. وبتكمل لاقي كلامها وبتسأل عمتها عن فايدة دراستها للفيزياء اللي بتتعلم فيها قياس سرعة القطار مع حساب المسافة. وبتحاول لاقي تفهم عمتها ان كل المعلومات اللي هي بتدرسها دي ملهاش اي لازمة. وبالرغم ان لاقي ما بتكونش مقتنعة بالدراسة الا انها بتضطر تذاكر المواد بتاعتها. وفي الوقت ده بيدخل عليهم الجد جيمس وبيطلب من كورا انها تربط له الجرافطة بتاعته، وده لان في وفد مهم جدا من المسؤولين والمصورين والصحفيين جايين علشان يصوروا لقاء معاه. وبيبدأ جيمس يشرح لكورا عن الوفد ده، وبيقول لها ان هم جايين علشان يعرفوا منه برنامجه الانتخابي ويسألوه عن بعض الأسئلة الخاصة بحياته. وبيقرب جيمس من كورا وبيكلمها بصوت واطي وبيقول لها انه قلقان جدا من ان لاقي تبوظ اللقاء بتاعه وتحرجه قدام الضيوف. ولكن وقتها بتطمنه كورا وبتقول له انه لاقي هتكون مطيعة جدا وان مستحيل تحرجه قدام حد. فبيطمن الجد جيمس وبيخرج من الأوضة هو وكورا، ووقتها بيرجع السنجاب للأوضة مرة تانية. فبتشوفه لاقي وبتحاول انها تمسكه، لكن وقتها بيهرب السنجاب وبيفضل يجري منها وبيبهدل الأوضة. وبينط السنجاب من الدور العلوي وبينزل لتحت، فبتنط لاقي وراه وبتحاول انها تمسكه. ووقتها بيوصل الجد جيمس عند باب البيت وبيكون معاه وفد من المصورين والصحفيين، واللي بمجرد ما بيدخلوا البيت بيتفاجئوا بلاقي اللي بتكون متعلقة من رجلها في حبل نازل من السقف، وكمان بيقع عليها برواز كبير وبتقطع الصورة بتاعت الجد جيمس اللي كانت فيه. وفجأة بينط السنجاب وبيمسك في وش الجد جيمس، ووقتها بيروحوا المصورين بسرعة وبيصوروا اللقطة دي، وبتنزل بعدها الصورة مع الخبر اللي بيكون موجود في أول صفحة في الجرايد. وبسبب اللي حصل ده بنعرف ان الجد جيمس اتضايق جدا من لاقي، وبيقرر انه يبعتها مع عمتها كورا علشان تعيش مع والدها جام. وفعلا بنشوف كورا ولاقي وهم مسافرين بالقطر علشان يروحوا الجام، وفي القطر بتتفرج كورا على صورة الجد جيمس اللي في الجرايد. وبيظهر وقتها على لاقي انها متضايقة جدا لانها راجعة لوالدها اللي اتخلى عنها زمان. وبتقول لاقي لعمتها ان والدها جام ما سألش عليها نهائيا خلال ال10 سنين اللي فاتوا، وانها متضايقة جدا لانها حاسة ان جدها بيعاقبها بقرار رجوعها لوالدها. لكن وقتها بتطمنها عمتها وبتقول لها انهم هيقضوا عند جام فترة الصيف بس على ما يكون جدها خلص فترة الانتخابات وبعدها هيرجعوا له تاني. وبتكمل كورا كلامها وبتبدأ تدافع عن والدها وانه هو كان غصب عنه، وانه كان مضطر يسيبها زمان لانه وقتها ما كانش هيقدر يتحمل مسؤوليتها، وان القرار ده كان قرارهم كلهم بالمشاركة مش قرار جام لوحده. فما بتهتمش لاقي بكلام عمتها لانها بتكون واثقة ان والدها كان قاصد يتخلى عنها. وبعد شوية بتقوم كورا وبتسيب لاقي علشان تجيب حاجة تشربها من المحطة. وفي الوقت ده بتفتح لاقي شباك القطر وبتشوف حصان بري شكله نادر ومميز جدا، واللي بيفضل يتسابق مع القطر وبيكون وراه قطيع من الخيول البرية اللي بيبان عليهم انهم عيلته وعشيرته. فبتنبهر لاقي جدا من شكل الحصان اللي بيحرك جواها احساسها وحبها تجاه الخيول اللي ورثته عن والدتها. فبتخرج لاقي من عربة القطر وبتفضل تتنقل من عربة للتانية علشان تلحق الحصان والقطيع بتاعه. لكن وقتها بتتفاجئ لاقي بعمتها كورا وهي راجعة، ووقتها بتنط لاقي من شباك القطر وبتمشي على حافة العربة من بره بحذر شديد. ولما
وبتلاحظ كورا غياب لاكي وبتشوفها من شباك القطر، بتترعب جدا وبتتخض عليها وبتجري بسرعة على اخر عربة في القطر علشان تنقذها. وهنا بتقدر لاكي انها توصل لاخر عربة في القطر، وهناك بنشوف لاكي وهي بتتفرج على الحصان وباقي قطيع الخيول، ووقتها بيقرب الحصان من لاكي اللي بتقرب منه هي كمان علشان تلمسه، بس فجأة بتفقد لاكي توازنها وبتكون خلاص هتقع. ووقتها بيجي شخص غريب اسمه هندريكس وبيقدر انه ينقذ لاكي على اخر لحظة، وبيتكلم هندريكس مع لاكي وبيقول لها ان الخيول البرية دي خطر جدا. وفي الوقت ده بتيجي عمتها وبتشكر هندريكس على انقاذه لاكي، وبتاخد كورا لاكي وبيرجعوا تاني للعربة بتاعتهم. وبعد شوية بيوصل القطر للمحطة وبتظهر لاكي وهي متضايقة جدا لان والدها مهتمش انه يستقبلهم في المحطة. وهنا بنشوف هندريكس وهو نازل من القطر ومعاه عصابته، واللي بيقول لهم انه شاف قطيع من الخيول البرية موجودين قريب من المنطقة، وانهم ممكن يصطادوهم ويبيعوهم، وبتمنهم هيقدروا يجيبوا تذكرة للقطر وهم راجعين، وكمان هيتفضل معاهم فلوس كتير جدا علشان يصرفوها. وفي الوقت ده بتسمع لاكي خطة هندريكس وبتتضايق جدا من اللي هو بيقوله، وبتتفاجئ لاكي لما بتشوف مهرجان استعراض للخيول موجود قريب منهم، فبتستغل لاكي ان عمتها مش واخدة بالها منها وبتروح للمهرجان. وهناك بتشوف لاكي عرض كبير جدا للخيول، وبتشوف مقدم المهرجان اللي اسمه جرينجر، وبتشوف كمان بنته اللي اسمها برو واللي بتكون مشتركة في العرض ده. وبنعرف وقتها ان جرينجر بيمتلك اسطبلات كتير جدا للخيول، وان بنته برو ورثت عنه حبه للخيول. وفي الوقت ده بتلاحظ برو وجود لاكي وبتعرف انها بنت ميلا لانها شبهها جدا، وبتروح برو ترحب بلاكي وبتديها الوشاح بتاع والدتها اللي هي كانت مديهولها زمان، فبتفرح لاكي جدا بالوشاح ده. وبيبدأ جرينجر يقدم بنته برو اللي بتعمل استعراض جميل جدا بالحصان بتاعها. وبعد شوية بتوصل كورا لاكي وبتقول لها انها قلقت عليها جدا لما ما لقيتهاش جنبها وفضلت تدور عليها كتير. وبعدها بنشوف كورا ولاكي اللي ما بيكونوش عارفين مكان بيت جام، ووقتها بيقابلوا ولد صغير اسمه سنابس وبيكون معاه الحمار الصغير بتاعه، واللي بيعرض عليهم انه يوصلهم للمكان اللي هم عايزينه مقابل سنت واحد بس. فبتوافق كورا وبتديله السنت وبتسأل عن بيت جام، فبيقول لها سنابس ان هو هيوصلهم ليه، وبعدها بيشاور لهم على بيت معين وبيقول لهم ان هو ده البيت اللي هم بيدوروا عليه. وفي الوقت ده بتيجي اخت سنابس الكبيرة اللي اسمها ابيجل، واللي بترمي الحبل بتاعها عليه وبتربطه بيه، وبعدها بتنزل ابيجل من على الحصان بتاعها وبتاخد من سنابس السنت وبترجعه لكورا وبتعتذر لها على استغلال اخوها ليهم. وبتتعرف ابيجل على لاكي وبتقول لها ان والدتها مشهورة هنا جدا وبترحب بيها في البلد بتاعتهم. ولما بتسمع ابيجل المقدم وهو بينادي على اسمها بتودع لاكي بسرعة وبتروح علشان تلحق دورها في عرض الخيول. وهم في الطريق لبيت جام بتفضل لاكي تتكلم مع عمتها كورا عن حبها المفاجئ للخيل، وبتقول لها ان هي لما شافت بنتين صغيرين في سنها راكبين خيول في المهرجان حبت الموضوع، بس وقتها عمتها بتغير الموضوع لانها ما بتكونش عاوزة لاكي تتعلق بحب الخيل زي والدتها، خصوصا انهم معتبرين ان حب الخيل ده كان السبب في موت ميلا، وده لانها وثقت في الحصان بتاعها جدا لكنه خانها ووقعها وتسبب في موتها. وبمجرد ما بتوصل كورا ولاكي للبيت بيلاقوا جام في استقبالهم واللي بيرحب بيهم، وبيدخلوا للبيت وبياخد لاكي وبيطلع الدور العلوي علشان يوريها اوضتها، وبيكون جام عامل لبنته لاكي اوضتها كلها بورق حائط عليه ثمار الفراولة، وده لانه عارف انها بتحب الفراولة من صغرها. ولما بيشوف جام الوشاح اللي مع لاكي بيسألها هي جابته منين، فبترد عليه لاكي وبتقوله ان صديقة والدتها هي اللي اديتهولها. فبيقول جام للاكي انها كبرت وبقت شبه والدتها جدا. ووقت ما هما بيتكلموا بيسمعوا صوت كورا وهي بتصرخ، وده لانها شافت فار، فبيسيب جام بنته وبيروح يطمن على كورا. وفي الوقت ده بتفتح لاكي شنطة هدومها علشان تبدأ ترتبهم في الدولاب، لكنها بتتفاجئ لما بتشوف فتحة صغيرة في الدولاب اللي بيكون باين من وراها أوضة سرية. فبتزق لاكي الدولاب وبتلاقي فعلا أوضة سرية موجود فيها كل هدوم وأدوات والدتها ميلا. وبتشوف لاكي إعلانات قديمة لوالدتها أيام ما كانت بتقدم استعراضات بالخيول، ووقتها بتفك لاكي شعرها وبتسيبه يتفرد. وبتفرح لاكي أكتر لما بتسمع صوت صهير الحصان اللي شافته وهي راكبة القطر، وبتروح لاكي تفتح الشباك وبتلاحظ ان الصوت جاي من مكان قريب منهم. فبتنزل لاكي من اوضتها بسرعة وبتروح للمكان اللي فيه الحصان، وهناك بتلاقي اسطبل في مكان واسع وحواليه سور مخصص للخيول. وفي الوقت ده بتسمع لاكي صوت الحصان جاي من الاسطبل وبيكون واضح على الصوت ان في ناس بتعذبه. وفي الوقت ده بتعرف لاكي من برو ان الاسطبل ده بتاعهم وان والدها مأجره المجموعة من الصيادين. وفجأة بيتفتح باب الاسطبل بقوة وبيخرج منه الحصان، وبيكون هندريكس راكب عليه، وبيجري الحصان لحد ما بيوقع هندريكس من فوقيه. وبيكمل الحصان جري وبيفضل يقرب في اتجاه هندريكس علشان يخبطه، لكن بيقدر هندريكس انه يلحق نفسه وبينط من فوق السور على اخر
لحظة. ولما بيشوف لوكي قدامه بيقول لها ان هو نصحها قبل كده تبعد عن الخيول لانهم خطر جدا. وبعدها بيجتمع هندريكس هو وعصابته وبيحوطوا الحصان تاني بالحبال وبيقدروا انهم يمسكوه وبيبدأوا يشدوه ويعذبوه علشان يجي معاهم. وفي الوقت ده بتكون برو راحت لوالدها وبتقوله على اللي هندريكس وعصابته بيعملوه في الخيول. فبيجي جرينجر وبيزعق لهندريكس وعصابته وبيقول لهم ان هو مش هيسمح لمستأجرين زيهم يعذبوا الخيول. فبيتحرج هندريكس وهو وعصابته من جرينجر وبيعتذروا له. وبعدها بيقول هندريكس لعصابته انهم لو قدروا يروضوا الحصان ده هيقدروا يبيعوه بفلوس كتير. وبيتفق معاهم انهم هيكملوا خطتهم بكره وبيربطوا الحصان في السور وبيمشوا. وبعد ما بيمشوا بتفكوا لوكي الحبل اللي مربوط على الحصان. ووقتها بتقرر لوكي انها هتسميه سبيريت. وبتقعد لوكي مع برو وبيفضلوا يتكلموا وبيتصاحبوا على بعض. وبعدها بترجع لوكي على البيت وبيجي الليل وبتكون لوكي قاعده بتتعشى مع والدها وعمتها. وفي الوقت ده بيشوف جام صوره لوالده مع السنجاب. وبتكون لوكي فاكره ان والدها اتضايق من اللي حصل لوالده بسببها. بس الغريب ان جام بيفضل يضحك على الصوره. فبتنتهز لوكي الفرصه انه بيضحك وبتقوله ان هي عايزه تربي حصان. فبيتضايق جام جدا خصوصا لما بيعرف ان لوكي قصدها على الحصان البري المتمرد اللي موجود في الاسطبل القريب منهم. ووقتها بيرفض جام طلب لوكي وبيقول لها ان هو رافض وجود اي حصان في حياتها. وده لان هو لحد دلوقتي مش قادر ينسى اللي حصل لوالدتها زمان. فبتتضايق لوكي جدا من رد فعل والدها وبتسيبه وبتطلع اوضتها. وتاني يوم بتصحى لوكي وبتخرج من البيت وبتروح الاسطبل علشان تشوف سبيريت. وفعلا بتوصل لوكي عند الاسطبل وهناك بتقابل برو اللي بتفضل تتكلم معاها عن الخيل. وبتقول لها ان الخيول البرية محتاجة تدريب خاص وصبر وان هي لازم تظهر لسبيريت ان هي واثقة فيها علشان يتعودوا على بعض ويكون مطيع ليها لان الخيول بتحب ان صاحبه يكون واثق فيها جدا. وبتروح لوكي تدي لسبيريت بطاطساية علشان ياكلها لكنه بيرفض. ووقتها بتيجي ايبيجل وبتدي لوكي تفاحية وبتنصح انها تجرب تاكل سبيريت تفاح. وفعلا بياخد سبيريت التفاحة من لوكي وبيظهر انه بيحب التفاح جدا. فبتفرح جدا لان سبيريت رضى اخيرا انه ياكل من ايديها. ولما بتروح لوكي بتلاقي صندوق تفاح قدام البيت واللي بيكون جام جمعه من الحديقة بتاعتهم. فبتاخد لوكي التفاح من الصندوق وبتروح لسبيريت وبتاكله. وبتفضل لوكي طول الليل تاكل سبيريت من التفاح ده. وبيظهر وقتها على سبيريت انه سعيد جدا من اهتمام لوكي بيه. وبالليل بنشوف لوكي وهي قاعده مع اصدقائها برو وايبيجل. وبنروح بعدها لهندريكس وبنشوفه وهو واقف بعيد واللي بيكون بيراقب لوكي واصدقائها. وبيشوف طريقه تعاملهم مع الحصان وبيفهم ان الحصان بدأ يحب لوكي. وتاني يوم بتركب لوكي على ظهر سبيريت لاول مره. ولما بيفتح سنابس باب الحظيره بيجري سبيريت وبينطلق بسرعه بلوكي. وبيفضل سبيريت يجري بيها ناحيه الجبال. ووقتها بتقرر برو وايبيجل انهم ينطلقوا بالخيول بتاعتهم ورا لوكي علشان ينقذوها. ووقتها بيقلق سنابس على لوكي وبيقرر انه يروح يبلغ والدها جيم باللي حصل. وفعلا بيروح سنابس وبيقول لجيم ان الحصان اخد لوكي وجري بيها ناحيه الجبال. فبيتخض جيم هو وجرينجر وبينطلقوا بسرعه في اتجاه الجبل عشان يروحوا ينقذوا لوكي. وبنروح وقتها لوكي وبنشوفها هي وسبيريت اللي بيفضل يمشي بيها فوق منحدرات الجبال. وبنشوف اصدقائها برو وايبيجل وهم وراها وبيفضلوا يدوها تعليمات علشان تحافظ على توازنها. ولما بيلاحظوا ان باقي المنحدر مكسور بيطلبوا من لوكي انها تنط من على سبيريت بسرعه عليهم علشان ينقذوها. وفعلا بتنط لوكي وبتلحق نفسها على اخر لحظه. وبيكمل سبيريت طريقه من غيرها. وفي الوقت ده بيوصلوا جام وجرينجر لمكانهم. وبيكون جام قلقان جدا على لوكي وبيفضل يعاتبها لانها ما سمعتش كلامه. وبياخدها جام على البيت وبيكمل عتابه ليها وبيقول لها ان هي عنيده جدا وعشان كده هو قرر يرجعها لجدها جيمس من تاني. فبتحزن لوكي جدا من والدها وبتقوله ان هو كده بيتخلى عنها للمره التانيه. وبتسيبه وبتطلع اوضتها وهي حزينه. وبالليل بتتسحب لوكي من ورا والدها وعمتها وبتخرج بره البيت وبتاخد معاها تفاح وبتروح ناحيه الغابه. وبتمشي في اتجاه شريط السكه الحديد لحد ما بيقابلها سبيريت هو وعيلته وبيتجمعوا حواليها. فبتديهم لوكي التفاح اللي معاها وبتاكلهم. وبيظهروا وقتها الخيول وهم مبسوطين جدا. بس فجاه بيجي هندريكس هو وعصابته ومعاهم حباله علشان يصطادوا بيها. فبتحاول لوكي انها تمنعهم لكن هندريكس بيزقها. وفي الوقت ده بيوصل القطر وبيبدأ هندريكس هو وعصابته يشحنوا الخيول في العربيات ويقفلوا عليهم ولكنهم مش بيعرفوا يمسكوا سبيريت. وقبل ما بيمشوا بتسمعهم لوكي وهم بيقولوا انهم مسافرين بالقطر لحد المينا علشان يهربوا الخيول بسفينة نقل البضايع. وفعلا بيمشي القطر بالخيول وبترجع لوكي تاني للقرية وبتكون معاها سبيريت لانه واثق فيها ان هي هتساعده وهترجع له عيلته. وبتروح لوكي للاسطبل بتاع جرينجر وهناك بتلاقي برو وبتبدأ لوكي تحكي لها عن خطف هندريكس للخيول. وبتقول لها انهم لازم يرجعوا الخيول تاني قبل ما يوصلوا بيهم لسفينة نقل البضايع. فبتطلع برو الخريطة وبتقول للوكي ان المينا بعيدة جدا عنهم
منهم وانهم لو راحوا ورا القطر مش هيلحقوهم. ووقتها بتفتكر لاكي دروس الفيزياء اللي ما كانتش بتحبها وبتكتشف ان ليها لازمة، وفعلا بتحسب لاكي سرعة القطر مع المسافة والزمن، وبتقول لبرو القطر لازم يقف في استراحة كل 100 ميل، وبتشاور لها على المحطة اللي المفروض القطر هيقف فيها واللي بتكون في مكان موجود فيه خزان مية كبير. وبتقول لاكي لبرو انهم لو اختصروا الطريق لحد خزان المية ده من خلال الجبال هيقدروا يوصلوا للمحطة قبل وصول القطر. وبتحاول لاكي تفهم برو انهم علشان يقدروا يخرجوا الخيول من عربات القطر لازم القطر يكون واقف. وفي الوقت ده بتجيلهم ابيجيل وبتعرف منهم اللي حصل وبتسمع خطتهم، وبالرغم ان برو وابيجيل بيكونوا مترددين في الاول من انهم يساعدوا لاكي الا انهم بيوافقوا في الاخر علشان ما يسيبوهاش تروح المغامرة الخطيرة دي لوحدها. وفعلا بيروحوا هما الاتنين معاها بالخيول بتاعتهم، وبتكون لاكي راكبة على سبيريت وبيتجهوا كلهم ناحية الجبال، وبيوصلوا لهضبة عالية تحتها وادي كبير وبيكون فيه جسر بيربط بينها وبين هضبة تانية. ولما بيلاقوا ان الجسر ده متهالك وبينهار بيجربوا انهم ينطلقوا بخيولهم من مكان تاني اقرب. ولما بيجي الدور على لاكي وبتنط هي وسبيريت ما بيقدروش انهم يوصلوا للناحية التانية وبيقعوا هما الاتنين في الوادي، لكن لحسن الحظ ما بيحصل لهمش اي حاجة. وبعد شوية بيقدر سبيريت انه يطلع تاني من الوادي، وبعدها بيوصلوا لطريق عبارة عن صخور جبلية ضيقة وخطيرة جدا، لكن لاكي بتثق في سبيريت وبيبدأ يعدي من فوق الصخور الضيقة دي بحذر شديد. فبيتشجعوا برو وابيجيل وبيعملوا زي لاكي بالخيول بتاعتهم، وفعلا بيقدروا كلهم يعدوا من المكان ده وبيفضلوا ماشيين لحد ما بيوصلوا لمكان قريب من خزان المية، وبيفرحوا كلهم وبيقرروا انهم يخيموا هنا طول الليل. وتاني يوم بيروحوا عند خزان المية على ما يكون القطر وصل لهناك. وهنا بنشوف جرينجر وهو داخل الاسطبل بتاعه واللي بيلاقي سنابس هناك، وبيعرف جرينجر ان برو وابيجيل ولاكي راحوا يحرروا الخيول البرية من العصابة اللي سرقتهم. فبيقلق جرينجر على بنته وبيروح بسرعة لجام في بيته وبيقول له انه بناتهم في خطر وبيحكي له على اللي حصل. فبيقلق جام جدا على بنته وبيروح يفتح مخزن جنب بيته، وفي المخزن ده بيكون جام مصمم عربية قطر سريع جدا وكمان بيكون مسميها ميلا على اسم زوجته. وفعلا بيبدأوا هما الاتنين يتحركوا بالعربية وبينطلقوا بسرعة علشان ينقذوا بناتهم. وتاني يوم بتسمع لاكي صوت القطر وهي نايمة، فبتقوم بسرعة من النوم وبتلاقي سبيريت بيجري ناحية القطر، فبتفهم ان القطر وصل قبل ميعاده وبتصحي برو وابيجيل وبينزلوا يجروا كلهم ناحية القطر. بس للأسف بيكون هندريكس شاف سبيريت وبيأمر عصابته انهم يمسكوه بالحبال ويشحنوه معاهم على القطر، وفعلا بيعملوا كده وما بتلحقش لاكي واصدقائها انهم ينقذوا الخيول لان القطر بيتحرك بسرعة. ووقتها بتحس لاكي باليأس جدا، خصوصا ان سبيريت اتمسك هو كمان، لكن وقتها بيشجعوها اصدقائها وبيعرفوها انهم لسه قدامهم فرصة يروحوا على المينا بسرعة. فبتتشجع لاكي وبتروح هي واصدقائها للمينا، وهناك بيلاقوا القطر وكمان سفينة نقل البضايع. وفعلا بتقدر لاكي انها تطلع فوق القطر وبتدخل العربية اللي فيها سبيريت وبتقدر تحرره، لكن للأسف بيكتشفوا ان باقي الخيول خلاص اتشحنوا على السفينة. فبتطلع لاكي بسبيريت فوق رفعة عالية جدا وبتنط من فوقها على السفينة. وفي الوقت ده بيكونوا جام وجرينجر وصلوا بالعربية للمينا، ولما بيشوف جام بنته لاكي وهي بتنط فوق السفينة بالحصان بيقلق جدا، وخصوصا ان السفينة بتكون خلاص اتحركت. لكن وقتها بيقرر جام انه ما يتخلاش عن بنته تاني، وبيروح هو وكورا وجرينجر وبياخدوا قارب وبيجدفوا بيه ورا السفينة. وفي الوقت ده بتكون لاكي قاعدة بتدور على المكان اللي العصابة حابسين فيه الخيول، وفعلا بتقدر لاكي انها توصل له وبتحرر كل الخيول. وهنا بنشوف هندريكس هو وعصابته وبيحاولوا يمسكوا سبيريت بالحبال بتاعتهم، ولما بيقدر هندريكس انه يكتفه بالحبال بتركب لاكي فوق سبيريت وبتجري بيه ناحية هندريكس وبيوقعوه في البحر. ووقتها بتلاحظ لاكي وصول جام وكورا علشان ينقذوها، فبينط سبيريت بلاكي في البحر وبينطوا وراه باقي الخيول. ولما بينط جام في المية علشان ينقذ لاكي بيتفاجئ بسبيريت بيرفعهم هما الاتنين من تحت المية، وهناك بيكونوا الخيول كلهم فرحانين. ووقتها بتعتذر لاكي لوالدها اللي بيعتذر لها هو كمان، وبيقول لها ان والدتها لو كانت عايشة كانت هتعمل زيها بالظبط، وبيعرفها ان هو فخور جدا بيها وبيحضنها. وبعدها بيروحوا جام وجرينجر وبيكتفوا هندريكس علشان يسلموه للشرطة. واخيرا بتروح لاكي وبتودع سبيريت هي وباقي الخيول بعد ما بيوصلوهم للغابة علشان يسيبوهم يعيشوا هناك وسط الطبيعة. وبتروح لاكي وبتودع سبيريت وهي بتدمع، ولما بترجع لاكي للبيت بتقول لعمتها ان الاجازة خلصت وانها بتحضر الشنط علشان يرجعوا تاني للمدينة. ووقتها بتطلب لاكي منها انهم يروحوا مهرجان الخيل الاول، وفعلا بتوافق عمتها وبتلبس لاكي فستان والدتها وبتتمشى مع والدها اللي بيقول لها ان المهرجان ده كان المفضل عند والدتها. وفي المهرجان بيطلع جام على المسرح وبيقول لبنته لاكي ان ممكن يكون اتخلى عنها زمان، لكنه بيوعدها انه مش هيقدر يتخلى عنها تاني، وبيطلب منها انها تفضل عايشة معاه. فبتوافق لاكي انها تفضل معاه، وبيفرح كل اللي موجودين بالخبر ده. وبيفضل
جام يغني لبنته لاكي اللي بياخدوها البنات وبيرقصوا كلهم سوا. وبكده يكون انتهى فيلمنا. ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك للقناة.